السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. أنا عبير ودي قناتي، قناة أشهى الأكلات. يلا بينا نخش ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هتعملي لنا النهاردة ايه يا عبير؟ هنعمل لكم كنافة لذيذة جدا. هنعمل الشربات بتاعها الأول: 2 كوب سكر، 2 مية، وعصرة نص ليمونة، وهنضيفهم على النار لمدة 10 دقايق. ونحط النص ليمونة كده زي ما انتم شايفين، مش هنقلب ولا هنعمل اي حاجة، نحطها على النار. وبعد ما بتغلي، بعد الغليان بنحط الفانيليا بتاعتها. وبعد 10 دقايق بالظبط بننزلها. عندك عسل كلوكوز ماشي، حط لها معلقة. ما عندكيش خلاص عادي. انتي جايبالنا النهارده نص كيلو الكنافة زي ما انتوا شايفين كده. بس يعني بعمل الحركة دي في الكيسة، في الشنطة اللي فيها الكنافة. بس انا عشان بعملها قدامكم وقدام الكاميرا، قلت اعملها كده قدامكم زي ما انتوا شايفين كده. اللي مش حاططها في الفريزر وجايبها طازة على طول وعايز يفرمها، ماشي عادي. دي حاجة يعني ترجع له. مستعجل عليها ماشي، مش هتحصل اي حاجة. دول ايه يا عبير؟ دول 4 معالق سكر بودر. بس طبعا هو كمنه مركون عندي وفي التلاجة، فمرطب جدا. فهو زي ما انتوا شايفين كده. انت بتفركيها حلو قوي بيها، علشان السكر كله يوصل للكنافة كلها. طبعا انا حاطه ربع كوب سمنة على زيت كده، علشان انا حسيت ان هي ناشفة شوية، مش زي اللي بنجيبها في رمضان بتبقى مثلا طرية او كده يعني. فهي عشان ما فيش سحب عندها على الكنافة كتير يعني في الأيام دي، فبتبقى ناشفة شوية، بتغيب شوية عند ال بتوع الكنافة يعني. فكده زي ما انتوا شايفين كده. انت جايبة ايه دي يا عبير؟ دي المعلقة المعيارية، أصغر معلقة في اللي هي المعيارية. بنعملها كده زي ما انتوا شايفة، واحدة واحدة معاكم. هي بصوا اسهل، يعني اسهل طريقة للكنافة بجد. انا عملت كنافة كتير بجد، ما عجبتنيش قد ما عجبتني الكنافة دي، اللي هي البابلز، اللي هي الكنافة البابلز. كده انت بتضغطي عليها حلو قوي. انت ممكن ما تحطيش عليها سمنة او حاجة او اي حاجة خالص، يعني مش دلوقتي. بس انا لما لقيتها ناشفة قلت اللي هيمسكها شوية سمنة وشوية الزيت، لان هي كانت فعلا الكنافة ذات نفسها كانت ناشفة ناشفة قوي. فهي لو طريقة معاكي مش هتحتاج لمادة دهنية في الاول كده. كده زي ما انت شايفين كده هي جميلة جدا. بس بصي عجبتني اللي انت بتعمليها وتحطها على الصاج على طول. بصوا كده، يعني ما تحطهاش على ايدك، يعني من المعلقة على الصاج على طول. بحس ان هي بتبقى مسوية شوية اكتر ما بتنزلها على ايدك. كده الصاج معانا خلص. خلصناه اهوت. وفضل كمية تانية هتعمل قد دي كمان مرة. شفتوا قد ايه نص كيلو عمل كتير وملا الدنيا ازاي؟ شفتوا؟ يعني الطريقة دي بصراحة بتفرط وبتملى الدنيا كلها خير اهي. وكل سنة وانتم طيبين. بعمل لكم بقى بمناسبة رمضان ان شاء الله يا رب كده. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، ودايما زايدين مش ناقصين ان شاء الله. دي انا كده، انت عملت ايه يا عبير؟ انا دخلتها، شمعتها كده في النار علشان احط لها المادة الدهنية، يعني ايه، تكرمل مع السكر اللي انا حطاه، واكمل لها المادة الدهنية. ما انت حطيتي لها يا عبير مادة دهنية؟ لا ده كانت ربع كوباية، ما ينفعش. هتبقى ما فيهاش حاجة خالص كده، لا ما ينفعش. هي روحها السمنة. فانا بحط زيت وسمنة. انا بحط يعني بحب احط للكنافة الزيت والسمنة. بحس ان هي بتبقى مقرمشة اكتر ما بتحط لها سمنة بس. كده انا زي ما انتم شايفين برشرش عليها كده
المادة الدهنية. هي طبعا انا مشمعاها في البوتاجاز، خدت يعني زي ما انتوا شايفينها كده، مسكت نفسها، وبتحط لها مادتها الدهنية وبتدخلها تاني. شايفين هي جميلة جدا، بصوا مسكت نفسها خالص. هي كده بقى انت بتدخلها الفرن، بتاخد السوا بتاعها كله براحتها بقى، زي ما تشوفي اللون بتاعها او السوا بتاعها وتطلعيها. هي كده عملت الصينية التانية دي القمر الجميلة دي، شوفوا. وبرضو هنعملها نفس الحركة اللي احنا عملناها في الصاج اللي قبل ده. اهي بصوا جميلة جدا. انا بعمل لكم افكار بقى كده قبل رمضان ان شاء الله، بحاجات بسيطة ومش مكلفة خالص ولا اي حاجة خالص خالص. فهي دي الطريقة دي سهلة جدا يا جماعة، ومش مكلفة خالص، يعني مش محتاجة اي تكلفة. هي كوباية السمنة على الزيت، والنص كيلو الكنافة، والمعلقتين السكر والشربات، يعني اقتصادية على الآخر كده. واحنا بنسقيها الشربات بتاعها بعد ما طلعت. هو الكوباية علشان مليانة قوي، فانا مش عارفة بتكب مني فانت زي ما انتوا شايفين كده بسقيها واحدة واحدة كده عشان كلها تشرب من الشربات بتاعها. ما تنسونيش بقى في دعوة حلوة كده منكم، واتمنى كل اللي يشاهدني يدعيلي دعوة حلوة كده زيكم كده. انا عارفة كل اللي بيشاهدني كلهم ناس محترمة جدا جدا، وبكن لهم كل احترامي. يعني الناس اللي بيشاهدوا لي كلهم ناس حلوين، وناس اجدع ناس. فما تنسونيش في دعوة حلوة. بصوا جميلة جدا والله. بصوا لو الصوت موجود هتسمعوا قرمشتها ملهاش حل، يعني بتاخدي واحدة ورا التانية. بصوا جميلة جدا، ما اقول لكمش. اتفضلوا معايا بقى كده. انا عملت الصاج ده والصينية في الفرن لسه التانية، ونقدمها بقى في الطبق التقديم. بصوا حاجة فاخر من الاخر، يعني حاجة عظمة. فأي مبتدئ، أي سنة أولى مطبخ هيعملها بكل تكاته وكل حركاته. ويلا بينا نحطها في الطبق التقديم ونقدمها بقى لضيوفنا القمر الجمال دول. بصوا قد ايه الكمية جميلة جدا، الكمية ما شاء الله كافية جدا وجميلة جدا. أسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، وما تنسوش في دعوة حلوة، وأقول لكم باي باي ومع السلامة. باي باي.